السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي نعمل شوية شوربة عدس عسل وتحفة وخطيرة. معايا نص كيلو من العدس أو الكمية اللي انتوا عايزينها، غسلاها كويس جدا وحطيتها على النار وانزل عليها بطماطم وبصل وجزر وتوم صحيح كده. هسيبهم بقى يغلوا خالص ويستووا زي ما انتوا شايفين. بجد تحفة وهتبقى خطيرة يا جماعة، والشتا داخل علينا بجد خطير. ادي بقى كده بعد ما استوى هسيبه بقى يبرد، تضربيه في الخلاط براحتك، هتضربيه بالهاند بريندر وهو سخن برضو براحتك. هاضربه كويس جدًا وأنعّمه خالص ولازم يتصفّى، هتشوفوا كده الجمال. بُصّوا، هابدأ بقى أصفّي فيه كده. معلش يا جماعة كنت باصوّر بإيد واحدة وباصفّي بإيدي التانية. أنتم شايفين. بُصّوا بقى، أنتم عايزين تسيبوه كده وتكمّلوا بقية الخطوات براحتكم، بس كده هيتغمّس بالعيش، مش هينفع يتعمل فتّة ولا يتشرب. لكن أنا باحب أشربه شوربة وباحب أعمل فتّة، فزوّدته مَيّة. زي ما أنتم شايفين أنا باعمل كمية لإني باتغدى بيه، والباقي باشيله في الفريزر باطلّعه في أي وقت أستخدمه. معايا بقى نُص كوباية كده من الشعرية حطيتها عليه، بجد بتدّيها طعم خطير يا جماعة وخصوصًا في الفتة. بُصّوا ولا خفيفة ولا تقيلة زي ما أنتم شايفين. هانزل عليه بقى بملح وكمون وشطة ومعلقة كبيرة من التوم المهروس. ما فيش أي بهارات تاني بتتحط على العدس يا جماعة. هادّي له بقى تقليبة واسيبه يغلي لحد ما أعمل التقلية بتاعتي. هنا بقى معانا سمنة أو زبدة، يفضّلوا يعني سمنة أو زبدة، وننزل عليها ببصلاية كبيرة متخرّطة صغير، وهادّي له تشويحة، يعني مش عايزاه ياخد لون، أنا عايزاه دهبي فاتح زي ما أنتم هتشوفوا كده. بعد كده بقى انزلي بقى كده بالتقلية على العدس، شمي الريحة ودوقي الطعم. خطير، خطير، خطير. لو أنتِ بتعمليه بأي طريقة تانية جرّبيه بالطريقة دي بجد هيعجبِك جدًا. بُصّوا الجمال، لا خفيف ولا تقيل، شوية شوربة، عسل. شفتوا الجمال؟ طبعًا بقى جبت عيش ناشف كسّرته وحطيت عليه العدس زي ما أنتم شايفين كده، وعملت جنب منه طماطم مخلّلة. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي. يا رب الوصفة تعجبكم.